السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم دائما بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيك بذوق الليمون الحامض بدون دقيق أبيض. كيجي لذيذ بزاف. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. قبل ما نبداو فما تنساوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة إلا كنتم مازال ما اشتركتوا فيها، ونبداو على بركة الله. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو الطريقة ديال التحضير والمكونات في نفس الوقت باش هكا ما يجيناش فيديو اللي هو طويل. في إناء غادي نوضع كأس ديال السكر، وغادي نزيد نضيف عليه قشور ديال الليمون الحامض. غادي نجيب هكا واحد الحكاكة رقيقة، وغادي نحك غير هاد القشرة الفوقانية، ما نقيسوش القشر الأبيض باش ما كتجيناش المرورة في الكيك. كنحاولوا هكا نحكو غير ديك القشرة الفوقانية الصفراء صافي. وغادي نحاول نمعك هاد القشور ديال الحامض مع السكر، نمعكهم هكا مزيان بيديا باش داك الليمون الحامض اولا داك القشر ديال الليمون كيطلق لينا هكا النكهه ديالو مزيان، وكيجينا واحد الكيك اللي رائع بالنكهه ديال الحامض. صافي غادي نمعكو هكا مزيان حتى كنحس هكا بداك السكر تندى ليا ورجع على هذا الشكل هذا. غادي نزيد نضيف عليه كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا، ونزيد 3 ديال الحبات ديال البيض. هنا البيض عندي صغير، الا كان الحجم الكبير غادي ديروا 2 ديال البيضات فقط. غادي ندمج كلشي مزيان حتى هكا كيندمجوا ليا، وغادي نزيد نضيف عليهم كاس ديال الزيت. هنا انا نسيت واحد القبيصه ديال الملحه، زيدوا ضيفوها. ملي كنضيفوا داك الكيس ديال السكر بنكهه الفانيليا كنزيدوا معاه واحد القبيصه ديال الملحه هكا لتصحيح الذوق. صافي بعد ما وضعت الزيت غادي ندمجو مزيان حتى كيندمج ليا الزيت مع المكونات الاولى، وما كيبقاش عندنا هكا معزول بوحديتو. من بعد غادي نزيد نضيف كأس ديال الحليب، ويستحسن الحليب والبيض يكونوا عندنا بحرارة المطبخ. غادي ندمج واحد شويه بين ما غادي يندمجوا ليا جميع هاد المكونات، وغادي نزيد نضيف الفينو. عندي هنايا 2 كيسان. غادي نجيب واحد المصفاة وغادي نغربلهم هكا. غادي نوضع هكا 2 كيسان في المره الاولى. الفينو هو الدقيق الصلب اولا السميد الناعم جدا. صافي غادي ندمج كلشي مزيان، وغادي نزيد نضيف الكأس الثالث من الفينو. هنا الكيسان راه ما عنديش عامرين بزاف، يعني ماشي مقبين. انا غادي نخلي لكم الاسفل في صندوق الوصف القياس بالكأس وايضا بالغرامات، واللي غادي تعبروا بالكأس. المهم الكيسان ما يكونوش مقبين، يعني كيكونوا ممسوحين كيف ما شفتوا. وكنزيد نضيف معاه 2 اكياس ديال خميرات الحلويات من فئة 7 غرام، يعني المجموع عندي 14 غرام. وصافي غادي ندمج كلشي مزيان. هنا غتحسوا بالخليط ثقال. وصافي هذا هو القوام ديالو. غادي نخليه على جنب، وغادي نجيب ديك الحامضه اللي خدينا لها القشر ديالها، غادي نعصرها. كنخليوها هي اخر حاجه باش المذاق ديال الليمون الحامض كيبقى عندنا هكا باين في الكيك. صراحه كيجي واحد الكيك زوين بزاف للعشاق ديال الحامض. واحد الملاحظه، الناس اللي كيبغيو الكيك يجي حلو غادي تزيدوا واحد ربع ديال الكاس. صافي بعد ما عصرت ديك الحامضه غادي نحتاجو هنا يكون عندنا نصف ديال الكاس. إما كتكتفيو فقط بالحامض، إلا جاكم ناقص كتزيدوا هكا واحد نصف حامضة أخرى، أولا كتزيدوا تكملوه بالماء ماء عادي من الصنبور، وكنزيدوا نوضعوه على الخليط. صافي هذا هو القوام ديال الخليط. غادي نجيب صينية أولا المول اللي غادي نوضع فيه الكيك، وغادي ندهنو بالزبدة. هنا المقاس ديال المول راه عندي مول كبير، المقاس ديالو 28، لكن إلا كان المول ديال 24 غادي تجي أحسن، غادي تجي عالية مرتفعة. صافي بعد ما دهنتوه بالزبدة مزيان كنجيب هكا شوية ديال الفينو وكنرش عليه هكا واحد شوية. صافي وغادي نصب فيه الخليط ديال الكيك. هنايا قبل ما كنبدا نحضر في الكيك كنكون شعلت على الفران على 180 درجة من الأسفل، باش منين كنسالي التحضير ديال الكيك كيكون عندي الفران سخون مزيان. صافي غادي نصب الخليط في المول، ونحاول هكا نقادو بالسباتولا باش كيجينا الوجه ديالو مقاد. صافي وغادي ندخلو الفران كما قلت لكم سخن من قبل على 180 درجة من الأسفل فقط حتى كنشوفو هكا تحمروا له الجوانب. عاد كنشعلوه ليه من الفوق واحد شويه. انا بالضبط خدا ليا 45 دقيقه كان عندي الكيك واجد، وكيبقى دائما على حسب النوع ديال الفران. المهم الكيك ما كنحلوش عليه حتى كتفوت نصف ساعه الاولى، عاد من بعد كنحلو عليه. بعد ما طاب ليا الكيك هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع، كتجي فيه واحد الرائحه زوينه بزاف ديال الحامض.
غادي نقلبو هكا، كنخليه كيرتاح واحد شوية، واحد 5 ديال الدقايق هكاك ولا، عاد من بعد كنقلبو. كما شفتوا راه ما كيلتصقش في اللاطة. صافي هنا بعد ما قلبتو خليتو غير واحد شوية، يعني واحد 5 دقايق أولا ما كاملاش. صافي وغادي نجيب هكا واحد الملعقة ديال المربى، والتزيين دائمًا كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تخليوه غير بحال هكا، وغادي نرش عليه شوية ديال الكوك هكا في الوجه ديالو أولا جوز الهند، وتقدّوا ترشّوا عليه غير شوية ديال السكر ناعم أولا سكر بودرة، حتى هو كيعطيه منظر زوين. والتزيين دائمًا كيبقى لكم الاختيار تزينوا بالطريقة اللي بغيتوا. المهم الوصفة والكيك راه كيجي زوين بزاف، كيجي رائع. هذا هو الشكل النهائي ديالو، غادي نقطّع معاكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. هنا راه مازال الصراحة شوية سخون، يعني ما كانش بارد تمامًا، نتوما خليوه يبرد. غادي نقطّع معاكم باش تشوفوا الكيك من الداخل كيفاش كيجي. صراحة كيجي رائع ولذيذ بزاف بالنكهة ديال الحامض. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنه ينال إعجابكم، وكنتمنى أنكم تشجعوني باللايكات ديالكم وتعليقاتكم ولو بنقطة، باش هكا الفيديو كيطلع لأكبر عدد من الناس، وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب لتشجيع القناة. ونتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد مع وصفات جديدة. مع السلامة.